مفاجأة في تعلم اللغة الإنجليزية، أتحداكم إن دي أول مرة تسمعوها. تابعوا معايا الفيديو النهاردة للآخر واعرفوا إيه هي المفاجأة. قبل ما أقول لكم أي حاجة، أول حاجة عايزاكم تعملوها إن انتوا تشتركوا دلوقتي حالا في قناتي انجلش فلوج وتفعلوا الجرس كمان علشان يوصل لكم دروس إنجليزي لكل يوم. وتعالوا نشوف إيه هي المفاجأة. من واقع خبرتي في تعليم وممارسة اللغة الإنجليزية لأكتر من 10 سنين الحمد لله، أقدر أقول لكم أكتر من نصيحة النهاردة وأكتر من معلومة مش لازم خالص إن انتوا تركزوا عليهم، على عكس ما كتير من قنوات تعليم الإنجليزي بيصدروا أو بيوضحوا أو حتى بيشرحوا، وحتى كتير من أماكن اللي بناخد فيها كورسات تعلم اللغة الإنجليزية. فيا ترى إيه هم النقط دي؟ اول حاجه خالص، انت مش محتاج ان انت تركز على الجرامر او انه يكون الجرامر بتاعك في الانجليزي بيرفكت 100%. انا عايزه اقول لكم ان في كتير من النيتيفز اللي هم اهل البلاد الاصليين اللي بيتكلموا باللغه الانجليزيه مش بيكون اصلا الجرامر بتاعهم صح، ودي بتكون مفاجاه لناس كتير. بس اهم حاجه ان انت تكون بتتكلم كلام مفهوم، ونطقك كمان باللغه الانجليزيه يكون صحيح ومفهوم وواضح، فيقدر الشخص اللي قدامك ان هو يفهمك وان هو يرد عليك. تاني مفاجأة وبخصوص الاستماع للغة الإنجليزية، وطبعا هو مهم جدا إن أنت تتعلم الإنجليزي من خلال الاستماع للغة الإنجليزية. المفاجأة بقى إن أنت مش محتاج تسمع كتير في اليوم خالص، أنت محتاج تسمع بالعكس كمية قليلة جدا جدا من اللغة الإنجليزية في يومك وأنت بتتعلم إنجليزي، علشان ما يجيلكش أي إحباط ولا أي طاقة سلبية. وده بجد بيفرق بشكل كبير قوي قوي. ممكن تسمع حتى دقيقتين أو 3 دقايق من فيديو أو من بودكاست أو من قناة أو أيا كان، بس المهم ان انت ما تطولش في السماع او في ان انت عايز تتعلم وعايز تتطور وهكذا، لان اضمن لك ان انت بعد وقت قليل جدا هتلاقي انك ما عندكش اي طاقه ومش عايز اصلا تكمل. بيبقى صعب علينا ان احنا نسمع لغه اصلا احنا مش فاهمينها ومش شاطرين فيها، وبنحاول دايما ان احنا نجهد نفسنا ان احنا نسمع حاجات كتير وهكذا. ابداوا حاجه بسيطه في حاجه بسيطه كده، واحده واحده هتلاقوا ان الموضوع فرق معاكم بشكل كبير جدا جدا. ثالث مفاجأة، الترجمة للغة العربية غلط 100%. أنا عارفة إن أي حد فينا أول ما بيجي يتعلم أي لغة بيحاول إن هو يترجم للغة الأم بتاعته، وفي حالتنا طبعا هتكون اللغة العربية، بس ده غلط جدا جدا، وده هيأثر عليك بعد كده بشكل كبير قوي. إن أنت هتلاقي نفسك إن أنت ما عندكش ثقة في نفسك وبتتهته، وبتحاول إن أنت تتكلم، ودايما دماغك بتحاول تترجم وترجع من عربي لإنجليزي علشان تحاول تتكلم وهكذا، وفي الأغلب طبعا بتعمل أخطاء وبتحس إنك مقفول من الإنجليزي كله. حاولوا ان انتم من البدايه ان انتم تترجموا بقاموس يكون انجليزي، يعني مثلا قاموس اوكسفورد او كامبريدج. هحط لكم صورهم دلوقتي حالا برضو علشان اللي سالني قبل كده عنهم هحطه لكم تاني يكون عندكم، تقدروا ان انتم تعتمدوا عليهم. فيهم شرح بالانجليزي مبسط جدا جدا وامثله بالانجليزي مبسطه جدا جدا، وكمان فيهم صور تقدروا ان انتم تشوفوا معاني الكلمات دي، فهتقدروا تستفيدوا وتفهموا بكل الاشكال. لكن ان انت تترجم بالعربي صدقني انت مش بتعمل حاجة غير انك بتأذي نفسك وبتوقف نفسك عن تعلم اللغة الإنجليزية. المفاجأة رقم 4، ان انت مش محتاج تتعلم كل حاجة عن الانجليزي، اتعلم الانجليزي المهم في حياتك انت بس. الكلمات مثلا اللي انت محتاجها في شغلك ركز ان انت تتعلمها، فتبدأ ان انت تمارسها فتبقى اسهل بالنسبة لك وتفتكرها اسرع وتبقى مبسوط بنفسك اكتر. او ممكن مثلا لو انت زوجة او ربة منزل في البيت، تقدري ان انت تتعلمي الكلمات عن العائلة والاولاد وهكذا. ابدأي تعلمي الكلمات اللي حواليكي، وممكن كمان كلمات انجليزي تستخدميها في المطبخ وانت بتطبخي وهكذا. هتلاقي نفسك ان انت بتعملي نشاطاتك اليوميه باللغه الانجليزيه، فبالتالي حاسه بتطور وتحسن، وحاسه ان انت كمان بتتعلمي حاجه ايجابيه وقادره ان انت تستخدميها في حياتك العمليه. مش محتاجين ان احنا نتعلم حاجات كتير ولا تفاصيل كتير عن الانجليزي، اتعلموا بس اللي انتم محتاجين. مفاجأة رقم 5، ان دلوقتي قناتي انجلش فلوج هتقدر اكيد ان هي تساعدك انك تتعلم اللغة الانجليزية وتتحسن وتتطور باسرع واسهل الطرق كمان. فاتمنى ان انتوا تشتركوا دلوقتي حالا في قناتي وتفعلوا الجرس وتستفيدوا من كل الدروس اللي عندي. واتمنى كمان لو عجبكم فيديو النهاردة ان انتوا تعملوا لي لايك بليز للفيديو، واكتبوا لي كمان في التعليقات لو عجبكم النوع ده من الفيديوهات وحابين ان انتوا تشوفوا افكار اكتر ومفاجآت كتيرة في تعلم اللغة الانجليزية. اكيد هتفرق معاكم وهتساعدكم. بشكركم على المشاهدة، وطبعا خلاص شهر رمضان على الأبواب. أتمنى لكم يا رب إن شاء الله إن هو يكون رمضان كريم عليكم وعلى كل العائلة، ونكون دايما يا رب كلنا في صحة وسعادة، وربنا يتقبل مننا صالح الأعمال وكل العبادات يا رب بإذن الله. وتكون يعني رمضانكم حلو كده، ويكون وقت إن احنا كلنا نتجمع فيه مع العيلة إن شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة الفيديو الجاي. باي باي.